جربوا الاختراع ده لافطار يوم الجمعة وهتدعوا لي. بطاطس بالطريقة العادية تاني لا. هنجيب البطاطس نقطعها اي تقطيع انتوا بتحبوها براحتكم خالص، نحطها في مية تتسلق معانا على النار، ومعايا صينية فرن. حط فيها معلقة واحدة بس من الزيت، هدهن ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما البطاطس استوت معانا 3/4 تسوية، بحطها في مصفى صفيها من ميتها تماما، واحطها في الصينية وابدأ بقى املحها. هضيف لها رشة من الملح، رشة فلفل اسود، رشة شطة، ومعلقتين من الزيت، ولو في بخاخة يكون احسن. هندخلها الفرن تحت الشوايه تتحمر. ومعايا دلوقتي هبدا اجهز بقى الخلطه الجباره، عباره عن بقدونس بقطعه صغير جدا، معايا برضو فلفل حامي وبارد، فلفل رومي، ومعانا معلقه كبيره من الثوم. هنضيف بقى كل المكونات دي على بعضها، وعليهم كده 3 معالق كبار من زيت الزيتون، معلقتين من الخل، رشه فلفل اسود وملح وكزبره جافه. قلبناهم وكده الخلطه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. هنطلع بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما حمرناها كده من على الجهتين. عايزه اقول لكم زبده طعمها خطير. هنقلبها بقى في الخلطه دي، وهنجهز بقى الخلطه اللي احنا نحطها تحتها اللي هي سلطه الحمص. معايا في الكبه كده حمص انا سلقاه، هضيف عليه كوبايه كبيره من الزبادي، واضيف عليه ملح ورشه فلفل اسود وفصين من الثوم وعصير ليمون و3 معالق كبار من الطحينه، بس مقطع الطحينه ده ما تصورش معايا الكاميرا فصلت. ضفت بقى سلطه الحمص الخطيره وعليها البطاطس والصوص بقى كده بتاعها، ومش عايزه غير خبز بلدي ومخلل وبالف هنا وشوف على قلبكم. بجد يا جماعه حلوه قوي قوي فوق ما تتخيلوا، مهما اوصف لكم مش هتتخيلوا. تنفع للفطار وتنفع للغدا وتنفع للعشاء، الوقت ده مش عايز لحمه ولا فراخ. جربوا الوصفه دي وادعوا لي بجد. بكده وصفتي تكون خلصت، اتمنى تشيروها لكل حبايبكم.